صادي يحرج الكاف بهذا الطلب. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. هيا بنا لنتعرف على خبر اليوم. وضع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي هيئة الاتحاد الأفريقي في حرج شديد. وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف بطعن لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد رفض الطعن الأول الذي تقدمت به الهيئة الكروية الجزائرية. وطالبت هيئة وليد صادي من هيئة باتريس موتسيبي بإرسال المادة القانونية التي اعتمدت عليها لرفض الطعن. وأكدت مصادر مقربة لقناة الحياة بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيتقدم بشكوى لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية بعد حوالي 24 ساعة. وطالبت الفاف من هيئة تاز بدراسة القضية بصفة استعجالية قبل مباراة العودة. وكلفت هيئة وليد صادي محامين في انتظار وصول وثيقة من الكاف لدفع رسوم القضية. ووضع هيئة الفاف الاتحاد الأفريقي أمام الأمر الواقع من خلال إلزام الرد قبل مباراة العودة المقرر يوم 26 إفريل الجاري. وكشفت المصادر ذاتها أن ممثلة جزائرية اتحاد العاصمة لن يسافر إلى المغرب من أجل خوض لقاء العودة إلا بعد تلقيها الضوء الأخضر من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وتطالب الفاف من هيئة المحكمة الرياضية الدولية الفصل في هذه القضية قبل لقاء العودة أو تأجيل اللقاء. واجتمع منذ ساعات رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي رفقة أعضاء المكتب الفيدرالي من أجل دراسة القضية. واستغرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم رد فعل الكاف بعد رده بساعتين فقط عن توقيت مواجهة اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات بشأن ما أقيل في الخبر. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.